فليفعل الجنرال أمين السنيني ما يشاء بلاعبي نخبته الوطنية. يحق للكوتش أمين السنيني يا سادة أن يستبعد حسن الكوماني وحمزة الصرابي. فلماذا ترى البعض يعرج في صرخاته حزنا على قرار المدير الفني على استبعاد الكوماني والصرابي دون غيرهما، علما أن أمين السنيني صاحب الحق الأول والأخير وقبل رئيس الاتحاد وقيادات الاتحاد والجمهور الرياضي والإعلام الرياضي اختيار من هي الأسماء التي سترافقه. بالنسبة لي ورغم احترامي الشديد لموهبة حسن الكوماني ولأمنياتي أن أرى حمزة الصرابي يبدع ويتألق في عالم الكبار كما فعل في النسخة الأولى لبطولات منتخبنا الوطني للناشئين في غرب آسيا، إلا أن قرار مدرب المنتخب أمين يبقى الأكثر احتراما في المشهد. وأيضا بالنسبة لي كنت أتمنى أن يقوم السنيني بضم بعض اللاعبين لكنه لم يفعل. لم أحاصره برجال قبائل، لم أكتب كلمة واحدة تقدت فيها اختياراته، وهو يا سادة المدرب والقائد الأول. وإذا كان بيننا وبين الكوتش أمين السنيني بعض الحسابات الرياضية كجمهور وإعلام رياضي وحتى لجان فنية في الاتحاد، فستكون حتما بعد الاستحقاق الخارجي. ما عدا ذلك فالصمت ثم الصمت، واحترام الرأي الفني للجنرال ومعاونيه. في أمان الله.